حكايتنا النهاردة حكاية مختلفة. حكايتنا تبدأ من نشأة البريد في العصر الحديث سنة 1831، لما قامت بعض الدول الأجنبية بناء على ما لها من امتيازات بإنشاء مكاتب بريد في مصر قبل ما تنظم مصر بريدها وتخليه مصلحة أميرية. أما مؤسسة البريد المصرية الحديثة دي بدأت لما قام إيطالي في اسكندرية يدعى كارلو ميراتي بإنشاء إدارة بريدية على ذمته لتصدير واستلام الخطابات المتبادلة مع البلدان الأجنبية، وكان بيتولى تصدير وتوزيع الرسائل مقابل أجر معتدل. كمان قام بنقل الرسائل بين القاهرة واسكندرية من مكتبه الموجود بميدان القناصل اللي اسمه دلوقتي ميدان سانت كاترين. وبعد وفاته عام 1842 كمل المشروع وراء ابن أخته ويدعى تيتو كيني، اللي حس بأهمية المشروع وشارك المشروع مع صديقه موتسي، ونهض بالمشروع لغاية ما خلاه على أقوى الأسس وأطلق عليه اسم البوسطة الأوروبية. احتلت البوسطة مكانة مهمة وفضلت تقوم بنقل وتوزيع مراسلات الحكومة والأفراد، وكان الجمهور واثق جدا بالبوسطة الأوروبية. وحس الخديوي إسماعيل بأهمية البوسطة الأوروبية واشتراها من موتسي بعد وفاة شريكه، وده كان في 29 أكتوبر 1864. وعرضت الحكومة المصرية على موتسي وظيفة مدير عام البريد، وفي 2 يناير 1885 نقلت ملكية البوسطة الأوروبية إلى الحكومة المصرية، ويعتبر اليوم ده يوم تاريخي للبريد المصري. وصدرت اللائحة الخاصة بتنظيم أعمال البريد بموافقة وزارة المالية في 21 ديسمبر 1865 بأن يكون نقل الرسائل وإصدار طوابع البريد احتكارا للحكومة المصرية. وفي مارس 1867 صدر منشور لجميع مكاتب البريد بجعل كساء العاملين إجباريا، وبقى لكل موظف كسوتين، واحدة لشغله اليومي والتاني للحفلات الرسمية والتشريفات. وبعد كده حصلت شوية تعديلات عليها وشملت النوع والطراز. وعلى أثر قيام ثورة يوليو 1952 تم تخصيص ميزانية مستقلة لمصلحة البريد، وبقى ليها الحق في توجيه فائض إيراداتها في أعمال تحسين الخدمة البريدية والنهوض بها. شهدت نقلة نوعية على مدار 5 سنوات من تطور كبير، سواء على مستوى الخدمات والمكاتب وتدريب العاملين وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي عبر أكثر من 4000 مكتب على مستوى الجمهورية. وبتنفذ الهيئة القومية للبريد استراتيجية لتطوير الشامل لمكاتب البريد من حيث الشكل والمضمون، في إطار الدور الحيوي اللي بيقوم به البريد كأحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية وأحد الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي. وبتقدم هيئة البريد العديد من الخدمات الحكومية الجماهيرية إلى جانب الخدمات المالية والمجتمعية والبريدية من خلال مكاتبها المنتشرة في المحافظات، حيث تمتلك أكبر شبكة فروع لهيئة حكومية تقدر من خلالها الوصول لجميع المواطنين في أي مكان. ومن أبرز الخدمات دي هي اللي بتتعلق ببعض خدمات الأحوال المدنية والمرور، وخدمات قنصلية، ودفع مصروفات المدارس الحكومية، وشحن عدادات الكهرباء، وطرح شقق الإسكان الاجتماعي، وغيرها من الخدمات الحكومية اللي ممكن أي مواطن يحصل عليها من مراكز الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية، واللي بقت شبه البنوك. وأعلن البريد المصري في وقت سابق تطبيق منظومة الدفع غير النقدي باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة، بما يساعد في تنفيذ كافة المعاملات غير النقدية بكل سهولة ويسر. وده في إطار اهتمام البريد بتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيات المتطورة والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل المعاملات المالية. ووصل إجمالي مكاتب الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية 4200 مكتب بعد إنشاء 200 مكتب جديد، وكمان تم تطوير 1500 مكتب بريد ليصل إجمالي المكاتب المطورة 3130 مكتب. وبكده تكون حكايتنا النهاردة خلصت. استنونا في حكاية جديدة، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.